اخيرا حليت مشكله تعذر الربط، وحليت كمان مشكله تاكد ان هاتفك متصل بالانترنت. تمام. طبعا لو لسه جديد معانا في القناه، ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، وكمل معايا الفيديو للنهايه عشان في تركايه كده هقول لك عليها في نهايه الفيديو. صدقني التركايه دي لو فاتتك مش هتعرف تشغل الواتساب، فلازم تكمل معايا الفيديو للنهايه. تمام. طبعا موضوع الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي نسخة حضرموت. تمام. نسخة واتساب حضرموت. نسخة واتساب حضرموت الزرقاء ديت انا شخصيا عدلتها بنفسي. تمام. وبعد ما عملت عليها التعديل بتاعي بدأت تشتغل معايا وبدأت تربط معايا. ونسخة واتساب الازرق حضرموت ديت، النسخة ديت احترافية جدا وفيها مميزات كتيرة جدا. تمام. طيب كل اللي عليك هتمسك الموبايل تاني، نجيب موبايل تاني عشان نصور بيه الكيو ار كود، ونبدا نعمل ربط بحضرموت الازرق بواتساب الرسمي. هنبدا نضغط على حضرموت. تمام. وهنبدا نضغط هنا وهنبدا نقول الموافقه والمتابعه، وهنا هنكون مشغلين في الموبايل الثاني الكاميرا عشان نصور بيه الكيو ار كود. هنضغط على الثلاث نقاط ونقول ربط كجهاز مصاحب. هنيجي هنا عند الكيو ار كود هنبدا نصوره بالشكل ده كده. تمام. بعد ما صورنا الكيو ار كود هنروح على الواتساب الرسمي، هنضغط على الثلاث نقاط وهنقول الأجهزة المرتبطة، هنقول ربط الجهاز. هنبدأ نفعل كده، نفعل البصمة. تمام. بعد كده هنبدأ نضغط بالشكل ده كده. تمام. هنا بيقول لي جاري تسجيل الدخول، هيبدأ يدخل معانا إن شاء الله، لأن النسخة دي أنا شخصيا معدلها بنفسي، فبإذن الله هتلاقيها دخلت معانا مفيش أي مشكلة. ممتاز جدا يا شباب، النسخه فتحت معايا اهي زي ما انتم شايفين. هنبدا نطلع كده وهنبدا نضغط على واتساب حضرموت الازرق، هنضغط عليه. تمام. هتلاقيه بيحمل معايا الدردشات، جاري تحميل الدردشات، هنقول له السماح. تمام. هنا طبعا هتلاقيه فتح معايا بالشكل ده كده، هنبدا نضغط عليه هتلاقيه فتح معانا مفيش اي مشكله. تعالى نتعرف بقى على الميزات كده بسهوله وبسرعه جدا. لو انا ضغطت على علامه الواي فاي كده فانا هقفل الانترنت على الواتساب، يعني التليفون هيبقى متصل بالانترنت ولكن الواتساب هو اللي هيكون ما فيهوش نت، يعني مش هتصل بالانترنت خالص الواتساب، لان انا قفلت على الواتساب الانترنت. تمام. طيب هنا وضع الشبح، لو انت عايز تفعل وضع الشبح هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب الاضافات والخصائص، هنقول الغاء وهنجيب الخصوصيه. تمام. لو لاحظت كده دلوقتي هتلاقي هنا في اخفاء اخر ظهور، لو انت عايز تعمل اخفاء اخر ظهور. هنا الغاء عرض مره واحده لو انت حابب تلغي العرض مره واحده. هنا توقيف اشاره المحول لو انت حابب تعمل ايقاف لاشاره المحول. هنا من يمكن الاتصال بها الجميع، هنا الخصوصيه. هنا اخفاء مشاهده الحاله لو انت عايز تخفي انك شاهدت الحاله. هنا منع حذف الحالات لو انت حابب تمنع حذف الحالات. هنا منع حذف الرسائل مفيش اي مشكله. هنا اظهار الصحين الازرق فقط بعد الرد لو انت فعلتهم كده. تمام. هنا بقى بعت الخصائص. تمام. طيب زي ما انتم شايفين نسخه الواتساب الازرق ديت انا اللي معدلها شخصيا. تمام. طيب التركيبه بقى اللي هقول لك عليها في نهايه الفيديو. تمام. يعني انا قلت هقول لك على تركايه في نهايه الفيديو، صح كده؟ تمام. طيب لو انت جيت تثبت نسخه، تمام، وبعد ما جيت دخلت على النسخه وبدات تثبتها عندك ما رضيتش تتثبت، لو ما رضيتش تتثبت في بيجيب لك كده خيار تحت وعليه سهم. السهم والخيار ده بيقول لك المزيد من التفاصيل، المزيد من التفاصيل. تمام. هتضغط على السهم ده على المزيد من التفاصيل، هيبدا يقول لك تثبيت على اي حال، فانت هتضغط على تثبيت على اي حال هيبدا يتثبت معاك. تمام. وهيبدا يتثبت معاك بسهوله ويبدا يشتغل معاك. تمام. طيب هتقول لي دلوقتي نسخه حضرموت ديت هلاقيها فين؟ طيب نسخة حضرموت ديت هتلاقيها في وصف الفيديو. هتدخل على الفيديو بتاعي هتلاقي في وصف الفيديو كده في رابط مكتوب عليه قناة التليجرام، رابط مكتوب عليه قناة التليجرام. اول بقى ما تدخل على رابط قناه التليجرام هتفتح قناه التليجرام بتاعتي وتدخل عليها، هتلاقي جميع النسخ اللي انت شايفها قدامك ديت موجوده في قناه التليجرام. النسخ دي انا شخصيا معدلها وهتشتغل معاك، يعني كل النسخ اللي انت شايفها قدامك دي وظاهره قدامك دي دلوقتي دي كلها انا عدلتها شخصيا، يعني انا شخصيا تم التعديل عليها
مني انا شخصيا، عدلت عليه عشان ايه؟ نتخطى كلمه تعذر الربط ونتخطى كلمه تاكد ان هاتفك متصل بالانترنت. النسخ دي شغاله معاك بنسبه 100%. النسخ دي شغاله معاك بنسبه 100%. تمام. عندك هنا الواتساب الاحمر، واتساب عمر الذهبي، واتساب الباشا، واتساب جي بي، واتساب عمر العنابي، واتساب عمر الازرق، واتساب ابو صدام حضرموت الاحمر، واتساب العقرب، واتساب الكاسر، واتساب الاسود، واتساب اي جي، تمام، عاصم محجوب، واتساب حضرموت الازرق اللي احنا لسه شارحينه. عندك كام نسخه هنا؟ تعال نعدهم. ادي 2 4 6 8 9 10 11 12 13. عندك 13 نسخه في قناه التليجرام. ادخل وصف الفيديو، تمام، هتلاقي رابط قناة التليجرام، هتلاقي فيها ال 13 نسخة اللي انت شايفهم دول في قناة التليجرام. لو حصلت لك اي مشكلة تقدر تتواصل معايا على جروب التليجرام. تمام. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.